يا اهلا بمتابعين قناه المانوا الطرش الاساطير. معانا النهارده الحلقه الخامسه من حكايه الصياد الخالد للبطل هيون. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت ففي قائمه تشغيل كامله موجود الرابط بتاعها في صندوق الوصف او من علامه الاي اللي فوق. اما بقى دول الاساطير اللي جاوب على كلمه سر الحلقه اللي فاتت ومعاهم اصحاب اول 3 كومنتات. قبل ما ندخل على الفيديو يا صاحبي ما تنساش تصلي على النبي، جهز فشارك ومسلياتك والاكل اللذيذ بتاعك وتعالى اخوك سيف حسام الدين يحكي لك الحكايه. شفنا في الحلقه اللي فاتت المبارزات بين المتدربين وبالاخص الواد محسن المجنون بعد اللي عمله مع الساحره يوري، واخيرا بيوصلوا اليوم جوله الزنزانه التدريبيه، لكن بنعرف ان واحد من جماعه رعب الزنزانه قصد ان هو يخليها تنكسر، وبالتالي الوحوش خرجت منها وحتى زعيم الزنزانه خرج هو كمان. الاستاذ سونج كان قلقان على الشباب لكنه شافهم ان هم مش بيخافوا وكمان بيقدروا يخلصوا على الزعيم. اخيرا بيتخرجوا من الاكاديميه وبيحصلوا على رخصه الصيد، وصاحبنا بيروح اول زنزانه ليه وبيخلصها، لكنه لما بيخرج منها بيكتشف ان في زنزانه فتحت قريب من بيت اهله. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف. بنشوف المذيع في الاخبار بيقول الحكومه قالت انها بتبذل جهدها عشان توصل لحل سريع، وبالنسبه لحادثه فتح الزنزانه اللي حصلت فوزاره الدفاع الوطني اتعاونت مع مجموعات مستخدمين القدرات المدنيه وقفلوا المدينه عشان ما يحصلش اضرار كتير. بس طبعا المخاوف عند المدنيين بتزيد بالنسبه للسكان المعزولين في المنطقه واللي مش عارفين حتى يتحركوا بره بيوتهم. كمان نقابه دانجون قالت انها هتشارك في عمليات الانقاذ وتدخل تساعدهم. بنشوف بقى هيون اللي كان بيربط الكوتشي بتاعه بيستعد، وبتقول له يوب قلق هو انت بجد رايح لوحدك هناك؟ فبيطمنها هيون وبيقول لها ما تقلقيش اخوك قوي وكمان خريج من البرنامج التعليمي، استني بس في البيت. تمام حاضر وخلي بالك ما تتهورش بس. فبيودعها هيون وبيقول لها تدخل جوه وتنام واول ما تصحى هتلاقي كل حاجه خلصت، وعلى طول بينزل يركب عربيته وبيقول ما تقلقيش يا يو هرجع بابا وماما بامان قريب جدا. بيعدي صاحبنا بالعربيه عند ضباط الحمايه بتاع المدينه وبيقول له واحد منهم ارجع ورا مش هينفع تعدي. فبيطلع هيون الكارنيه بتاعه وبيقول له انا من مستعملين القدرات، هل ممكن اقدر اعدي دلوقتي؟ فبيقول له الظابط بس انت لوحدك في الفريق، لكن بيخرج واحد بيقول له سيبه يعدي، قالوا لنا ان اي حد من مستخدمين القدرات يقدر يعدي عادي. بيقول الظابط لهيون تمام تقدر تعدي بس احنا مش مسؤولين عن اي حاجه ممكن تحصل لك. فبيقول له هيون تمام مفهوم شكرا، وبالفعل خلاص بيعدي. وبيبص صاحبنا في موبايله وبيقول في مش اقل من 5 زنزانات مفتوحين هناك وفي زنزانه كمان مختلطه من الرتبه ايه، اتمنى اهلي يكونوا بخير واقدر اوصل هناك في الوقت المناسب، لو مفيش اي وحوش طلعت لي كده في طريقي فاقدر اوصل في خلال ساعه. وزريبو بيقول المعلم خنزير وبينطح له العربيه وبيدغدغها له يعني اللي لسه شاريها دي. فبيسند هيون بايده عشان يخرج من العربيه وبيقول هو مصاب ايه الحظ الزفت ده يا خنزير يا ابن الغبيه، ازاي تعمل كده في عربيتي اللي انا لسه جايبها قريب؟ بيسحب سيبه من نافذه الحلقه وبيقول تعالى لي ده انا ههينك وانتقم لعربيتي. الخنزير بيقرب منه وبينفخ فيه، فصاحبنا بيقول له ايه ده هي مالها بردت كده ليه ولا انا اللي باينني جعان؟ فجاه بيسمع صوت وبيبص جنبه بيلاقي عفره كبيره قوي، وفجاه وحوش كتير من الجوبلين والعفاريت جايه في اتجاهه. فصاحبنا بيقول لنفسه هم الخنازير الخضرا دي لهم طار معايا ولا ايه؟ كل ما بقول انهم مش هيظهروا لي تاني الاقيهم بيجوا لي، انا ما عنديش وقت ان انا اتعامل معاهم دلوقتي. صاحبنا بيقول هو بيجري وبيضحك الجري نص جدعانه يا صاحبي، اشوفك بقى بعدين ابو الخنازير، انا مش ناسيك ها هخلص اموري واجي لك تاني. الخنزير بيتعصب عليه وبيروح عشان يجري وراه لكنه بيترمى عليه اسهم كتير جدا من الجوبلين وبيموت، وشكله كان الوجبه بتاعتهم باين. بيبعد هنا وبيقول هربت في الوقت المناسب الحمد لله، يلا خليكوا قلعوا في بعض انا مش فاضلكم. وبعدها بيكمل جري هو بيقول المشكله ما عنديش عربيه دلوقتي مش مهم، خلينا ما نضيعش وقت اكتر من كده في حاجه مش مهمه. بينزل عليه الليل وبنشوف هيون ماشي وبيفتح الموبايل وبنشوف الخريطه بتاع الزنزانه. فبيقول هيون اعتقد صعب خالص ان انا اقدر اوصل في نفس اليوم النهارده وانا على رجلي، يا ريتني كمان كنت جبت معايا باور بانك عشان اشحن الموبايل، خلينا دلوقتي اقفله عشان اقدر افتحه ككشاف، لو كنت اعرف بس ان ده هيحصل كنت عديت من الطريق الرئيسي اللي فيه انوار، خلينا اشوف كده طريق مختصر هنا ولا هناك. بيفضل ماشي في طريقه لكنه بيسمع صوت فجاه ولما بيبص وراه بيلاقيه دي، فبيضربه على طول وبيخلص عليه. وبعدها بيقول لنفسه يعني كمان طلع فيه وحوش بتقدر تستعمل قدره الاختفاء، شكلي كده مش هعرف انام النهارده كويس. بيسمع صوت تاني وبيلاقي ذئاب كتير قوي حواليه، فبيتعصب وبيقول ايه بقى انتوا مش هتخلصوا ولا ايه؟ وعلى طول بينزل فيهم بسيفه يمين وشمال يا صاحبي، وبيقول بابتسامه شريره كده وروني اللي عندكم يا شويه كلاب بريه. بيعدي اليوم وبنشوف الذئاب كلها مرميه على الارض والكاتشب في كل مكان، وبنشوف يون نايم فوق الشجره وبيصحى من النوم وبيقول ظهري ما عرفتش انام كويس بعد ما قعدت اخلص على الذئاب دول طول الليل، يلا خلينا اقوم اشوف اللي ورايا بسرعه. بنروح لبيت اهله بقى وبنشوف والدته اللي كانت بتتكلم معاه شات وبتطمن عليه، فبيبعت لها هيون انهم يقفلوا الباب كويس وكمان بيطمنها ان هو هيوصل الصبح بالكتير. بتقول الام لابو هيون هو ممكن فعلا هيون يجي هنا؟ فبيسالها لو ما كانش ينفع نتصل بيه، فبتقول له للاسف ان في مشكله في ابراج الاتصالات. بيقول الاب في نفسه انا قلت ان كل حاجه هتبقى تمام وهتتحل بس بصراحه مش عارف هل فعلا هنبقى بخير ولا لا. وحوش الاورك ظهرت امبارح وكنت فاكر ان احنا هنقدر نتعامل مع الوحوش دي كلها بما انهم قالوا ان وحش الزنزانه ده من الرتبه اف بس وهيبقى ضعيف. بيبص من الشباك على الوحوش وبيقول لنفسه يا ترى هيون هيوصل امتى، ويا ترى كمان هيقدر يهزم الوحش
الوحش اللي لسه خارج ده هو كمان احيه، ده ابوه مفكره وحش يا جدعان. بصراحه عنده حق والله، ده هيون بياكل في الأورك ومتغرق بالكاتشب على الاخر. بيقول هيون في نفسه كويس الواحد لقى شويه ضعفاء دول عشان يسخن عليهم. ابويا امي ابنكم القوي وصل. بنشوف وحوش الاورك متسوحين على الارض في كل مكان، وهيون بيقول بغرور التعامل مع وحوش الاورك دول كانوا سهلين جدا ومش متعب ابدا، ده لو حتى جه منهم 100 مره واحده انا هقدر عليهم كلهم. لكنه لما بيبص جنبه بينصدم، وده لما بيشوف 3 من زعماء محاربين الاورك، فبيقول في نفسه ايه ده، هو ايه اللي بيحصل؟ هي دي الزنزانه اللي من الرتبه الايه بقى ولا ايه؟ بيزعق بصوت عالي وبيقول ابويا امي انا جيت عشان اخدكم، خليكم مكانكم وما تطلعوش وما تطلعوش اي صوت لحد ما اخلص هنا واطلع لكم. فعلا بابا ومامته بيسمعوا صوته وبيبصوا من الشباك، والام بتقول ايه ده، هو ده هيون بجد؟ فبيرد جوزها وبيقول لها هو ايه اللي حصل له بس في الشهور اللي فاتت دي. بنشوف هيون بقى بيجري على وحوش الاورك وبتبدا المعركه بينهم، وبيقدر يصد اول ضربه. بيحاول واحد يهجم عليه بقوه فبيتفادى هيون بسرعه، وزريباو بيديله بمهاره الانفجار السحري في دماغه وبيوقعه على الارض ما يحطش منطق. بيحاول الاورك التاني يغفله بالسيف بتاعه، بس هيون بيحاول يمسك السيف بايده لكن من شده الضربه عظم ايده بتنكسر، وزريباو بيناول التاني بالسيف في رقبته وبيخلص عليه وبيرفعه لفوق بالسيف بتاعه بكل قوته، وبيهبده على الاورك التالت يوقعه على الارض فوقه، وفورا بيروح يدخل ايده في بق التالت ده وبيفعل مهاره الانفجار السحري وبيخلص عليه تماما. بيقف بعدها كده عشان ياخد نفسه شويه لكنه بيسمع صوت، ولما بيبص هيون حواليه بيلاقي محاربين الاورك حوالينه في كل مكان جم على الصوت. بيظهروا المحاربين على صاحبنا بس الغريبه محدش منهم بيهجم، وفجاه بيظهر وحش ضخم جدا بيظهر بينهم وبيحاول يعدل طريقه عشان يوصل لهيون، وبنعرف بقى ان الوحش ده هو جنرال الاورك. بينصدم صاحبنا وبيقول وهو بيبص عليه معلش يا كابتن، هو انت القائد بتاعهم هنا؟ ده وشك ده ولا فردة جزمه؟ بيقول هيون انا كنت بحاول اخزن قوتي السحريه عشان قدره التجديد، لكن شكلي كده محتاج افعل مهاره العملاق. ووراها على طول بيفعل زئير الغضب وبيقول تعالى لي واحد لواحد ياض يا خنزير، طلبتها ونلتها يا صاحبي. وزربوه وبياخد بالبوكس في وشه وبيجيب كاتشب، وبيرجع لورا من قوه الضربه عند محاربين الاورك، واللي بيزقوه تاني عند الجنرال عشان يكمل عليه ضرب. صاحبنا لسه بيقول له يا ابن فبيروح جنرال الاورك يسلم على وش صاحبنا يمين وشمال، واخر ما بيزهق منه وبيديله بالرجل في بطنه وبيوقعه على الارض بعيد. بيقول هيون في نفسه انا ما عدتش قادر، ما عدتش عارف القوه السحريه خلصت اصلا مني ولا لا، انا ما عدتش حاسس ان جسمي بيتجدد اصلا، ومش عارف كمان لو مهاره الاحياء هتتفعل ولا لا هي كمان. بيحاول صاحبنا يقوم من تاني وبيقول ده مش مهم، كل ده مش مهم، انا ما ينفعش اتراجع عشان اقدر انقذ عيلتي. بيزعق بكل قوته وبيقول لهم تعالوا لها شويه حساله، وعلى طول بيجري على جنرال الاورك عشان يضربه، لكنه بيتم تشتيته وبيبص جنبه عند اهله، فبيلاقي وحوش الاورك طالعين على المواسير ولا اجدع حرامي غسيل. فبياخد هيون نفس عميق وبيزعق على الاورك دول عشان ينزلوا له، ولما بيحاول يروح عشان ينقذ اهله بيمسكوه محاربين الاورك التانيين وبيتكاتروا عليه، فبيطلع سيفه وبيفضل يضرب فيهم وبيخلص عليهم يمين وشمال، وعلى طول بيحاول يجري تاني، لكن المره دي فكانت ايد جنرال الاورك هي اللي بتتمد عليه وبيخبط دماغه جامد في الارض وبيثبته. وبيكون هيون خايف جدا على اهله وبيقول هو تحت ايد الجنرال، ما ينفعش اسيبهم ابدا يروحوا هناك، عيلتي لسه هناك. وفجاه بنشوف هجمات كتير جدا بتحصل على جنرال الاورك وبيتشرخ في كل حته وبيقع على الارض بعد ما بيكون مات بسبب الشخص اللي ظهر فجاه ده. بنعرف بقى اللي ظهر ده انها القائده سيون اللي شفناها الحلقه اللي فاتت، وبيوصل فريقه وبيخلصوا هم كمان على كل وحوش الاورك في المنطقه التانيين. واحد فيهم بيقول احنا كده خلصنا هنا بالكامل يا قائده. فبتقول سيون كويس، وبالنسبه للسكان عملتوا ايه؟ فبيرد عليها وبيقول لها احنا بندي اولويات لاخلاء المصابين الاول، وكمان مستعدين نتاكد من اخلاء الباقيين. فبتقول سيون بحزن الاضرار للاسف كبيره هنا قوي. بيرد عليها التاني الفضل كله يرجع للشخص اللي كان مجمع الاورك كلهم حواليه هنا في مكان واحد، فالضرر ساعتها كان اقل بكتير من باقي الاماكن القريبه. فبترد سيون وبتقول له فعلا، بس مين بقى الشخص الشجاع ده واللي كان فضل لوحده يقاتل لحد ما وصلنا هنا؟ بيرد عليها وبيقول لها للاسف الشخص ده مات. تمام خلاص اهتموا بجثته على قد ما تقدروا عشان نعمل له جنازه محترمه. لكنها بتبص تحتها وبتقول بصدمه ايه ده، هي فين الجثه؟ بنروح ليون اللي كان مغمض عينه وبيفتحها فجاه وبيلاقي نفسه فوق شجره، فبيقول ايه ده، هو انا كنت نايم على شجره؟ بنشوف بقى شاشه النظام بتاع مهاره الاحياء واللي بتقول ان هو تم اعاده احيائه بعد 24 ساعه من الموت. المهاره هتفضل شغاله لحد ما الكارثه تنتهي من كوكب الارض. وبما ان صاحبنا ما كانش عين مكان الاحياء فرجع لاخر مكان كان نام فيه، تحسه بيلعب ماينكرافت يا صاحبي. المهم بيشوف صاحبنا ان احصائياته كمان انخفضت بنسبه 50% لمده 24 ساعه. بيفتكر محاربين الاورك اللي كانوا طالعين على بيت ابوه وبيجز على اسنانه من الغضب وبيقول هو مرعوب، معنى كده ان عدى 24 ساعه. بيمسك سيفه وبيتنطط على الشجر وبيقول انا لازم اوصل لهناك بسرعه ودلوقتي، لكنه لما بيمشي بيحس ان جسمه تقيل وبيعرف ان دي عقوبه الاحياء. اتمنى بس ان كل حاجه تكون كويسه وعيلتي تكون بخير.
بيعدي النهار وبيوصل هيون وبيقول اللي شفته بعد 5 ساعات من الجري بالجسم التقيل والمتألم ده كان شكل مدينتي اللي اتولدت فيها اللي بقت عبارة عن خرابة مهجورة. بعد ما فضلت الف بدون هدف طول الليل وصلت لوحدة عسكرية وقدرت اخد منها تليفون وقدرت اتواصل مع يون. عرفت منها بعدها ان بابايا ايده طارت بسبب هجوم الوحوش، اما ماما فهي دخلت غيبوبة. بيعدي شهرين وبنشوف المذيع في التلفزيون بيقول اتحركت نجابة داجون عشان تخلص على زعيم الزنزانة من الرتبة دي، ورئيسة النقابة سيون اتكلمت على الزنزانة الجديدة اللي فتحت من الرتبة سي واللي ظهرت الفترة الأخيرة. بنشوف يو بتسأل هيون وبتقول له هو انت هتروح للزنزانة تاني صح؟ فبيأكد هيون على كلامها بالإيجاب، وبتكمل يو بتقول هو انت متسربع كده ليه؟ دي تالت زنزانة ليك الأسبوع ده، ما تاخد راحة يا عم. لكن صاحبنا بيرد ببرود عليها وبيقول لها ما تقلقيش انا كويس. بيطلع وبيقفل الباب وراه وبيسمع يو بتقول له على فكرة دي مش غلطتك، ما تشيلش كل ده لوحدك أرجوك. فصاحبنا ما بيكلمهاش وبينزل من على السلم وبيتفتح الباب وراه وبتبص عليه وهي زعلانة على الحالة اللي هو فيها دي. بيروح المشهد لفريق في زنزانة كان بيخلص على وحوش من نوع النمل، وبنشوف واحد بيكون مبسوط لما بيعرف من شاشة النظام ان مستواه زاد وبيقول هو ده الكلام ولا بلاش. باقي الفريق بيفرحوا برضه ان كل واحد فيهم مستواه زاد مرة على الأقل، وبيقولوا ده المتوقع فعلا من أقوى محارب في الفرقة بتاعتنا. بنعرف الواد ده بقى واللي اسمه بايك وبيقول في نفسه كده بغرور انا محارب نخبة وخلصت البرنامج التعليمي لحد المرحلة ال5، مش هيعدي وقت طويل وهمشي من الفريق الفاشل ده. الشهر الجاي هكون وصلت لمستوى 35 وساعتها بس هبقى جاهز عشان انضم لنقابة دانجون، بس عشان انا راجل جدع هخليكم تاكلوا عيش من ورايا. بيقول لهم ده بفضلكم طبعا يا شباب، انا ما عملتش حاجة وانا متأكد كمان انكم هتبقوا زيي قريب. بيسمع فجأة صوت حد جاي عليهم وبيبص وبيقول هو ايه ده؟ بنشوف صاحبنا طالع ماسك سيفه وبيجري في اتجاههم وبيقول لهم وسع عظم الطريق بسرعة ياض ما عنديش فرامل. الواد مستغرب ومين الراجل ده وداخل لوحده كده ازاي؟ فجأة الواد بايك ده بيقول له استنى يا عم انت رايح فين؟ المكان اللي انت رايح فيه ده هي الغرفة الرئيسية عند قلب الزنزانة، المكان هناك خطير جدا. لكن صاحبنا ضارب سبرنت ومش سامع اي حاجة، فبيكونوا كلهم واقفين مصدومين من اللي بيشوفوه. وبتسأل واحدة من الموجودين بايك وبتقول له هو المفروض نعمل ايه؟ نجري وراه؟ فبيقول لها بايك هو متضايق طبعا مش هنسيبه لوحده، خلينا نلحقه بسرعة. بنشوف بقى هناك وحوش كتير من النمل العادي وحتى النمل المحارب، وبيكون هيون جاهز بالسيف بتاعه بيقول جه الوقت عشان اجرب مهارتي الجديدة، وعلى طول بيفعل مهارة الهيجان. وبنعرف من شاشة النظام ان المهارة دي بتصنيف ايه وبتزود كل الصفات بنسبة 40% مع دلمانة. لكن عيب المهارة دي ان هو بمرور الوقت الجسم بيتدهور وقوته هتقل. في نفس الوقت جيش النمل كله كان بيحاول يتجمع على هيون وفجأة بينفجر بالقوة وبدأ يلوح بالسيف بتاعه يمين وشمال وبيخلص عليهم بمهارة القطع النصين. بيفعل بعدها كمان مهارة الانفجار السحري وبيقدر يخلص على الوحوش وحش ورا التاني. في نفس الوقت اعضاء فريق بايك بيتفرجوا من بعيد وبيكونوا مبهورين بهيون من اللي شايفينه ده. حرفيا صاحبنا كان خلص على كل الوحوش اللي عنده لوحده، واخيرا بيشوفوا قلب الزنزانة ظهر وبيقول هيون انا خدت مهارة الهيجان دي امبارح. الفكرة كمان ان تدهور الجسم اللي بتقول عليه ده مش بيأثر عليا اصلا، والمهارة ماشية كويس مع مهارة الشفاء الجسدي اللي عندي. بصراحة كانت هتبقى مشكلة لو ما طورتش مهارة الشفاء الجسدي في الوقت المناسب. بنعرف بقى من شاشة النظام ان مهارة التجدد الجسدي المتوسط بقت بتصنيف ايه، ومن خلالها فبيتم تجديد واصلاح الاضرار اللي بتصيب الجسم باستخدام القوى السحرية. اي جرح او بتر او حروق هيتم علاجه بشكل تلقائي. بايك بيروح يسأل هيون لو كان كويس فبيطمنه هيون وبيقول له كله تمام ما تقلقش. بيخزن صاحبنا قلب الزنزانة في المخزن بتاعه وبيقول لو مفيش عندك اي حاجة تانية عايز تسأل عليها فانا هستأذن عشان سايب النار على الشاي. بيمشي صاحبنا لكن بايك بيقول له هو انت مش هتجمع البلورات السحرية اللي بتخرج من الجثث دي؟ فبيرد هيون عليه وبيقول له ملوش داعي انا مستعجل فعشان كده عايز امشي بسرعة. العيال بيسألوا نفسهم هيكسبوا فلوس قد ايه لما يجمعوا البلورات دي لنفسهم، اما هيون فبيلاقيه بيقول انا ما عنديش وقت عشان افكر في كل ده، لازم ابقى اقوى في اسرع وقت. بيبص بايك على هيون وبيقول هو مين الراجل ده بالظبط؟ يلا مش مهم، المهم ان احنا بنجمع فلوس كتير قوي من وراه، ده احنا بفضله قدرنا نجمع في يوم واحد بس غنيمة بتحتاج مننا ندخل زنزانات ل3 ايام متواصل. بيقول قرعاوي على فكرة انا سمعت اشاعة عن اللي بيحصل ده، بيقولوا ان في مجنون بيدخل يصفي الزنزانات لوحده وبيخرج. بيقول بايك بس يا عم اسكت دي مجرد اشاعات، انت هتصدق الكلام ده؟ حتى يعني لو كان الراجل ده بجد حقيقي فممكن يصفي زنزانات بالرتبة الاف، انما مش هيصفي زنزانات رتبة ايه ابدا. اللي بيقدروا يصفوا زنزانات من النوع ده لوحدهم هيبقوا القائدة سيون او حتى دونجو. لكن فجأة بتظهر قدامهم شاشة نظام وبيكون مكتوب فيها تم تصفية الزنزانة بنجاح ودلوقتي تم فتح بوابة الخروج. بنروح ليونو اللي بيكون ماسك في ايده كتاب وبنشوف شاشة النظام ان المهارة دي اسمها درع النمل الصلب بتصنيف اف، ولو فعلها فالمهارة دي بتخلي الجلد يتصلب وبتزود كمان من نسبة الدفاع. فبيقول هيون ان مهارة الهيجان والتجدد الجسدي بتستهلك قوة سحرية كبيرة اصلا، لو استخدمت مهارة الكتاب ده كمان معاهم هيبقى كتير على جسمي. استخدام مهارات كتير مع بعض مش هيخليني ماهر ولا حاجة، يعني مثلا قدرة زي الجمح اللي موجودة في سيف بلجان دي انا لسه لحد الان ما استخدمتهاش اصلا. بنعرف من شاشة النظام ان مهارة الجمح دي بتزود القوة وقدرات التحمل بنسبة 1.5، يعني لو قوته 30 هتبقى 45 بعد الاستخدام والمدة بتاعتها 5 دقايق كاملين.
لكن اثناء الاستخدام بتشوش على العقل واتخاذ القرارات، وكمان لها تاثيرات جانبيه كتير، فلازم يكون حذر وهو بيستخدمها. مهما كانت القدره قويه فهي ملهاش فايده لو ما استخدمتهاش في الوقت المناسب وبالشكل الصحيح. لو كنت بس ما فقدتش اعصابي وقت محاربه جنرال الاورك، يلا خلاص مش مهم، الندم دلوقتي مش هيفيدني، انا محتاج بس ابقى اقوى باي شكل ممكن. بيمسك الكتاب وبيقول للنظام ان هو لازم يتعلم المهاره دي هي كمان. بره الزنزانه بقى بنشوف فريق بايك ومعاهم صحفي بيتكلم معاهم، وبيقول الصحفي انا سمعت ان في اخر فتره كان في حد بيصفي الزنزانات لوحده وشفناه داخل النهارده هنا. فبيرد بايك وبيقول فعلا احنا شفناه النهارده. بيشاور بعدها بايك للصحفي ان هو يبص وراه وبيقول له هو ده. بنشوف يون بقى وبيكون خارج من الزنزانه وبياخد نفسه، لكنه بينصدم من كميه المصورين والصحفيين اللي بيصوروه. الكل بيحاول ياخد منه معلومه، واللي بيقول له انا من قناه كذا والتاني من قناه كذا. فبيقول لهم هيون بعد اذنكم بس كده، كل اللي بتسمعوه ده اشاعات بس مش اكتر. بيحاول صاحبنا يعدي، فواحد بيخبطه في كتفه كده، وبعدها بيقول لهيون انت ضربتني دلوقتي مش كده؟ فبيتعصب عليه هيون وبيفقد اعصابه وبيقول له هتعمل ايه يعني لو ضربتك؟ هتعمل ايه؟ غور من وشي، انا مش طايق حد دلوقتي. فالواد الصحفي من كتر الخوف بيعتذر لصاحبنا وبيقول له معلش يا باشا تقدر تتفضل. فبيمشي هيون وكل الموجودين بيكونوا بيتكلموا عن اللي حصل ده وانه ممكن يكون مجرم ويعورهم ولا حاجه. بنروح بعدها لجراج العربيات وبنشوف هيون بيستخدم مفتاح العربيه الجديده وبيقول ايه القرف ده، بيضيعوا وقت كده على الفاضي وخلاص. بيروح صاحبنا ولسه يفتح العربيه بيلاقي حد بينادي عليه وبيقول له استاذ هيون من فضلك بس لحظه. فبيبص له هيون وبيقول له انت مين وعايز ايه؟ يا ريت تنجز عشان انا مشغول. الراجل ده بيمد ايده في جيبه وبيقول له ما تبقاش حساس بس للدرجه دي، انا جاي هنا عشان اساعدك. بيمد له الكارت بتاعه وبيقول له اتفضل ومش هتندم ابدا. فبيمسك هيون الكارت وبنشوف مكتوب اسم الراجل ده واللي هو يونهو من مكتب مستعملين القدرات. بيقول له احنا كنا بنراقبك من فتره، ولو انضميت لينا فهنقدم لك كل الدعم اللي انت تحتاجه. انا مش عايز منك اجابه دلوقتي وتقدر تتواصل معايا في الوقت اللي انت تحبه. بينحني لهيون وبيودعه باحترامه وبيمشي. فبيقول هيون تحالف القدرات بنعرف بقى ان اتحاد مستخدمين القدرات ده على عكس المجموعات بتاع النقابات، وبنعرف ان المنظمه دي اتاسست على ايد الحكومه عشان تدافع عن حقوق الاشخاص اللي عندهم قدرات. بنشوف صاحبنا مطعم بياكل وبيقول انا ما سمعتش ان هما بيكثفوا جهودهم الفتره اللي فاتت دي عشان يوظفوا الناس. صحيح هو قال لي ان انا ممكن اقدر اتواصل معاه في الوقت اللي يحب. ماما هو الراجل ده وحش. فبتقول الست اسكت الله يخرب بيت امك، ده راجل عادي زينا هتفضحينا. الله يخرب بيتك يا عم، الناس كلها خايفه منك حتى الراجل بتاع السوبر ماركت. المهم بيخلص يون اكله وبيطلع موبايله وبيلف فيه وبيقول المشكله الكبيره دلوقتي هي السحر. الايام دي ممكن قدرتي السحريه تخلص مني بسبب مهاره الهيجان ومهاره تجديد الجسم، فمش هيبقى عندي اي سحر اضافي عشان استخدم المهارات. وده السبب برضو اللي مش خليني اقدر استعمل مهاره تصلب الجسم اللي لسه واخدها دي، وبرضو مش هقدر استخدم مهارات الهجوم اللي عندي بشكل كويس. الموضوع ده بجد رخم قوي بالنسبه لي. بيفتح خانه الادوات وبيقول لو قدرت اجيب شويه ادوات تساعدني هيبقى الموضوع فل قوي. هيون بيدخل في خانه المزاد بس مش بيلاقي اي حاجه مفيده تعجبه، وكمان لو حابب ياخد تاثيرات اضافيه فلازم يشتري مجموعه كامله. فبيقعد يقلب كده وبيقول خلينا اشتري حاجه رخيصه تزود لي صفه ولا اتنين، بس انا عايز الحاجه دي تكون احسن من اللي عندي دلوقتي. لكنه فجاه بيشوف كومنتات على مكان معين وبيستغرب، وبيعدي اليوم وبنروح لمدينه هنام عشان نشوف المكان اللي اسمه كهف العفاريت ده، ودي كانت زنزانه من الرتبه ايه. بيكون صاحبنا طالع على سلم الصخور وبيكون ماسك الموبايل في ايده وبيقرا البوست اللي بيتقال فيه لو مسكت الشمان اللي موجود هنا ففي احتمال كبير يقع منه خاتم بيزود السحر نقطه ولا اتنين وممكن حتى 4 نقط. اما بقى زعيم الزنزانه الشمان الكبير فلو خلصت عليه فساعتها ممكن يوقع خاتم باحصائيات احسن من اللي قبل. المكان ده في الاصل ما كانش معروف قوي، كان بيتجمع فيه بس اللي بيعرفوه عشان ياخدوا منه ادوات ويكسبوا فلوس. لكن في الفتره الاخيره في ناس احتلوا الارض دي من غير اذن ومش بيسمحوا لحد غيرهم يدخل، ولا كانها ارض اللي جابوهم. ده حتى الحكومه مش مهتمه بالموضوع. اتمنى من اي حد يشوف البوست ده سواء كانت نقابه كبيره او حد شخص قوي يجي يصفي الزنزانه ويقهرهم عليها. بيشوف يون تعليقات الناس وان دي نقابه كبيره وبيصفوا الزنزانات دي وبياخدوا الذهب وبيوزعوه على بعضهم. بيوصل هيون للزنزانه ويقول هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ انا افتكرت هيكون في ناس بيحرسوا المدخل ولا حاجه. بيفتح باب الزنزانه وبيدخل وبيقول مش مهم اصلا لو حد ظهر. فجاه بيسمع حد بيقول له ايه ده، هو لسه في حد بيجي هنا؟ بيكون في قدامه بنت وشابين، والبنت مطلعه السيف وبتستعد، وواحد من الشباب واللي بيكون اسمه عجوه بيقول ايه الدرع الجامد اللي انت لابسه ده يا زميلي؟ ده اكيد غالي مش كده؟ فبيرد عليه بلحه واللي بيكون ساند ظهره على الشجره وبيقول شكلنا هناخد مكافاه كبيره قوي النهارده. فبترد البت مديحه هي كمان وبتقول انا حلمت امبارح ان احنا هنبقى اغنياء، شكل الحلم هيتحقق النهارده ولا ايه؟ بيقوم بلحه وبيقول لهيون انت ما سمعتش عن الاشاعات اللي بتقول ان المكان ده خاص بينا احنا نقابه الطعم ولا ايه؟ بيقول له صاحبنا وفيها ايه يعني عايز ايه؟ بيكمل بلحه وبيقول له انك تدخل ارض حد تاني من غير اذن ده غلط كبير ولازم تدفع حسابه، بس احنا عشان ناس طيبين مش هنعمل لك حاجه، فيلا زي الشاطر كده طلع كل اللي معاك وهنسيبك عايش. وزريبو بياخد بالبوكس في وشه ويطير من المكان وسط اصحابه، وبيقول له عايز كمان اطلع لك ولا كفايه؟ فبتزعق مديحه وبتقول له
له ولا انت اتجننت ولا ايه؟ شكلك انت عايز تموت فعلا. اما عجوه فبيرفع السيف بتاعه وبيروح عشان يندفع على هيون، لكن هيون بيمسك السيف بتاعه وبيخلي الواد يترعب كمان لما بيكسره، وزريبو بيضربه بالرجل كمان بيوقعه على الارض جنب اخوه. بيقول بيعجبني قوي الناس اللي زيكم دول، عارفين ليه؟ عشان هنزل فيكم ضرب من غير ما احس بالذنب يا اوغاد. وبينزل بوم طخ اوف يحى على الواد بالرجل يا عيني، لكن بتيجي هجمه سحريه من وراه وبتخبط في ظهره ولكنه مش بيتاثر بها نهائي. فبيبص هيون على البت مديحه بعيون كلها شر وبيقول ايه ده، هي مهاره الانفجار السحري كانت مهاره بعيده المدى اصلا؟ في نفس الوقت البت يعني من كتر الرعب هيغمى عليها من الخضه، بس صاحبنا بيروح وبيشكرها وبيقول لها شكرا عشان علمتني حاجه جديده. فصاحبنا بيمسك ايدها وبيقول انا كمان هعلمك حاجه جديده في المقابل، وبعيونه وابتسامه كلها شريره بيقول لها انا كنت بستخدم مهاره الانفجار السحري بالطريقه دي. يا ابن المجنونه، تخيل كان ماسك ايديها ومفعل مهاره الانفجار السحري. البت يعني بتصرخ عشان ايدها طارت من مكانها. بينفض صاحبنا ايده وبيقول لها انت مش هتحتاجها تاني اصلا، ما تقلقيش، انت بتصرخي ليه؟ وبيبص يوم بعدها جنبه بيقول وانتوا مين انتوا كمان؟ عشان نشوف يا صاحبي شويه شباب تانيين واقفين ومتعصبين من اللي عمله هيون. بيرد واحد بعصبيه وبيقول انت هلا انت ازاي تتجرأ وتعمل كده في حد من نقابه الطعم؟ بيطلع السيف بتاعه وبيكمل وبيقول انسى انك تخرج من هنا عايش بعد اللي عملته ده، بلاش، افتكر ان انا قلت لك بلاش. صاحبنا بيبص عليه وعلى وشه ملامح الشر وبيقول ومين قال لك اصلا ان انا عايز اخرج؟ انا كنت بدور على مرشد واديكوا جيتولي بنفسكم. بيقول الواد فوزي البرنامج التعليمي كان غير حياتي بالكامل كلها. العالم ده بيحدد مستوى الناس على حسب القوه والعنف والفلوس اللي معاه. السنه اللي فاتت انا كنت مجرد واحد ماشي في دوامه المجتمع، لكن دلوقتي انا بقيت بعيش حياه لها معنى. بالاضافه لكده انا اترقيت لمنصب اداري في نقابه الطعم الكبيره دي، وطول ما انا موجود جوه الزنزانه فما فيش اي حاجه اقدر اخاف منها. فوزي بيقول لهيون يلا زي الشاطر كده طلع كل حاجه معاك واحنا هنسيبك تعيش. وزي العلقه اللي فاتت تمام، لا شلوط نقص ولا بوكس انشال. فوزي اغمى عليه ولما فتح عينه كان وشه وارم من الضرب، وبيقوم يشوف اللي حصل بيلاقي اصحابه كلها مرقدين جنبه. بنشوف هيون مضروب بخنجر في بطنه وبيقول شكلي معرفتش اتفادى ده. بيبص صاحبنا عليهم وهو ماسك الخنجر وبيقول شويه حساله، هديلكم 5 ثواني بالظبط والاقيكم كلكم قدامي. اختبارات المرشد الشاطر هتبدا دلوقتي حالا. واخيرا وبعد شويه وقت بينتهي هيون وبيقول بعد التقييم الدقيق بتاعي نجح اقل اعضاء نقابه الطعم في امتحان المرشد بتاعي. سقفوا للواد سيد ضاد منك ليه. صاحبنا يعني كان مقعدهم قدامه وكل واحد واخد له علامه في وشه. فبيروح صاحبنا عند فوزي وبيقول هو مش انا قلت سقف يالا انت وهو؟ يالا يا جدعان اقسم بالله الواد ده مجنون. فوزي بيقول لهيون بقول لك يا كبير هو ايه اللي هيحصل لنا دلوقتي؟ فبيفكر هيون شويه كده وبيقول انا بس عايز اسالكم سؤال الاول، هل هتعيشوا كويسين وما عدتوش هتسرقوا تاني ولا هتعملوا حاجه وحشه تاذي الناس؟ طبعا من الرعب العيال بيقولوا اكيد طبعا احنا اصلا مش عايزين نبقى مجرمين من الاول. وزريبو بياخد فوزي بوكس في وشه وبيتف دم، وبيديله واحد كمان زياده للتاكيد وبيقول له انت مفكرني اصدق كلام مجرم زيك يلا؟ وعلى طول بينزل فيهم واحد ورا التاني ضرب وبيقول لهم انتوا فاكرين بقى ان انا غبي ولا ايه عشان اصدق كلام شويه حساله بلطجيه زيكم؟ وبعد ما بيفضي غله فيهم يا صاحبي ويعلمهم الادب بيروح يحط ايده على كتف سيد وبيقول له يلا يا ده عشان نمشي من هنا. بنروح جوه الزنزانه بقى وبيقول هيون مش كل الزنزانات بتبقى نفس الحجم، في زنزانات بتبقى اكبر حد من مدن كامله. بيدخل الزنزانه هو وسيد وبيقول هيون المكان ده كبير جدا كده ليه؟ وانت يالا انا حاسس انك عمال تلف وتدور في دوائر عن قصد. فبيرد سيد ويقول له لا طبعا يا كبير ما اقدرش، انا بس بحاول اتجنب الطرق اللي بيبقى فيها وحوش مش اكتر. فبيقول له هيون ايه تضييع الوقت اللي ملوش لازمه ده؟ بيهدد سيد بعدها بسيفه وبيقول له روح اماكن فيها وحوش عادي، المهم نوصل لهناك بسرعه، المكان هنا ممل جدا. حاضر تمام يا كبير زي ما تحب، حابب نروح دلوقتي؟ فبيرد هنا بيقول له انت عبيط يالا مش شايف الدنيا بقت ليل؟ فبيقول سيد في نفسه طب اعمل له ايه دلوقتي ده؟ هو مش انت اللي بتقول لي نروح؟ انا ايه اللي وقعني مع واحد مجنون بس يا رب. وبعد شويه بيولع سيد النار وهو بيجهز الاكل، وبيكون هيون ساند جسمه على الشجره وبيقول ايه الدنيا الاكل جاهز ولا لسه؟ فبيقول سيد حالا يا كبير، وبيقول في نفسه ايه كميه السيوف دي كلها؟ هو فاكر نفسه زوره ولا ابره حمه؟ اخيرا الرامل بيستوي وبيكون هيون مبسوط، وبيدي الواد سيد طبق وبيقول له استمتع يا معلم. فبيشكره سيد، لكن سيد بيقول في نفسه هو بيمن عليا ولا ايه؟ ده انا اللي عامل له الاكل بايدي. المهم بعد ما بياكله بيقول هيون لسيد هو انت عندك كام سنه يا واد؟ فبيقول له عندي 25 سنه يا كبير. تمام، وقبل ما تبقى مستخدم قدرات كنت طالب جامعي عادي؟ ايوه يا كبير. طب ما كملتش ليه زي ما كنت؟ ليه جيت هنا وانضميت للعصابه دي؟ فبيرد سيد وبيقول له عشان انا كنت محتاج فلوس، ديون الجامعه كترت عليا والشغل اللي كنت بشتغله مش مكفي المصاريف، وكمان بابا خسر شغله ومستوانا الاجتماعي ده. بس
بس الله يخرب بيت اللي سالك يا عم، انت جاي تبيع لي قصه حياتك. فبيقول له سيد يا عم مش انت اللي سالتني، ده انت خنزير. بقول لك ايه، ركز في الاكل بتاعك وكفايه كلام ملوش لازمه، ويلا نام بدري عشان ورانا شغل. وبعد شويه فعلا بنشوفهم نايمين خلاص، لكن سيد بيفتح عينه كده نص فتحه وبيتاكد لو هيون نايم. بيقوم بعدها وبيقول لنفسه دي فرصتي ان انا اخلص على الوغد ده دلوقتي. لكنه بيفتكر هيون لما كان طايح في العيال ضرب، وبيقول بيأس لا مستحيل، انا مستحيل اقدر اخلص على الوحش ده، الاحسن ان انا اروح اهرب وخلاص. لكنه فجاه بيسمع صوت هيون بيقول له انت مفكر نفسك رايح فين يا معلم؟ معلش يا كبير، انا كنت بس عايز اقوم اعمل زي الناس. فبيقول له هيون اعملها على نفسك يا ابن الصرمه، لو سمعتك قمت تاني هقوم اخلص عليك. بيعدي الليل اخيرا وبنشوف سيد بيشاور لهيون على مكانه وبيقول له اهو المكان يا كبير، هو ده، هي دي قريه العفاريت، وكمان القلب الرئيسي للزنزانه موجود عندهم. فبيقول له هيون انا قادر احس بكميه كبيره من القوه السحريه موجوده هنا فعلا. بيستغرب سيد وبيقول له بجد؟ هو انت حاسس بيها ازاي؟ انا مش حاسس باي حاجه، انت بتهزر معايا يا عم ولا ايه؟ بيلف سيد ظهره وبيمشي وبيقول قريب جدا الوغد ده هيموت. بيقول سيد ان في الزنزانه بتاعه قريه العفاريت دي كل الوحوش بتتجمع قريب من القلب الرئيسي، وبيبعتوا دوريات باستمرار حوالين المكان. نقابه الطعم بتاعتنا بقى كانت بتجمع الموارد وبتهاجم الدوريات دي، لكن بقالنا فتره ما جيناش هنا، عشان كده فاكيد كل المحاربين موجودين في المستعمره كلهم دلوقتي. خلينا نشوف اذا كان هيقدر لوحده على زنزانه كامله من الرتبه ايه ولا لا. بيضحك يون باستفزاز وهو بيبص على كميه الجوبلين دول كلهم وبيقول ده كويس جدا، وعلى طول بيخرج السيف بتاعه وبيقول ان قتال العفاريت دي لعبته. وفورا صاحبنا بيفعل زئير الغضب وبينادي على كل العفاريت اللي في القريه وبيقول لهم يخرجوا يواجهوه كلهم مره واحده. صاحبنا داخل عليهم بقلب جريء وبيقول لهم يلا بينا، لكن فجاه سيد بيرمي شنطته على هيون بقصد ان هو يوقعه، وبيقول له انا ماشي يا ابن العالم المجانين، انت مفكر ان انا هفضل معاك هنا عشان اشوفك وانت بتموت؟ ده انا من ساعه ما قابلتك ما شفتش دقيقه واحده من الراحه، يلا يكش تولع وتموت، يا رب ما نتقابلش تاني بس. لكن صاحبنا بيبتسم ابتسامه شريره ويقول افتكر ان انا قلت لك لو هربت هخلص عليك. بنشوف سيد بقى اللي كان بيجري بعيد وبيقول مهما كانت قوته عاليه فمستحيل يقدر يتعامل مع العدد ده كله لوحده. لكن فجاه بتظهر له نافذه الحاله بان قلب الزنزانه اتشال والبوابه هتتفتح. فبينصدم سيد وبيقول احيه، هو انا بحلم ولا ايه؟ ازاي الواد ده يقدر يخلص زنزانه من الرتبه ايه لوحده؟ ازاي قدر يفوز على العدد ده كله من العفاريت هو استخدم عليهم النار؟ انا عارف ان هو قوي بس ما اعرفش نوع قوته ايه بالظبط، هي قوته مدمره للدرجه دي ولا صلابه جسمه وقدره التحمل عنده هم اللي عاليين؟ بس حتى لو عنده كل ده فهو محتاج برضه دفاع عالي ضد الهجمات الجسديه الكتير دي. غير كده كمان فلازم يكون واخد القرار الصحيح وينفذ الاستراتيجيات بشكل مناسب، لان اي لحظه تردد هتتسبب في موته. انا كنت فاكر ان هو مجرد صياد جاهل، هو احنا بنتعامل مع مين بالظبط؟ اكيد ده واحد عنده امكانيات عظيمه. بنشوف بقى قتال هيون واللي كان بيقاتل ضد شمان الملك زعيم العفاريت، وبعد ما بيصد ضرباته بيروح يحط ايده في بقه وبيقول له مفيش احسن من قوه العضلات، بلا ذكاء بلا استراتيجيات، طول ما انت قوي فتقدر تخرج من اي موقف. وعلى طول بيفعل المهاره وبيفجر دماغ العفريت. بيظهر له بعدها اشعار من النظام وبنعرف ان هو اخد كريستالة شمان العفريت السحريه، وكمان خد خاتم الشمان العفريت بتصنيف دي واللي بيساعد على زياده القوه السحريه بمقدار 4 نقط، وكمان بيزود سرعه استرجاع المانه بنسبه 10%. بيبص هنا على الخاتم وبيقول انا كده حققت هدفي هنا خلاص. بيخرج من الزنزانه بقى وبيكمل وبيقول خلينا اروح اخلص على الواد سيد بقى زي ما انا وعدت. لكن اول ما صاحبنا بيخرج من الزنزانه بيلاقي مجموعه كبيره من الناس واقفين. فبيقول لهم هيون انتوا مين؟ هم بعتوكم هنا عشان ما عرفوش يتعاملوا معايا لوحدهم، وروني اللي عندكم بسرعه يلا عشان مستعجل. فضل يبص عليهم واحد واحد وبيلاقي العيال اللي انضربوا واقف معاهم سيد. فبيقول له انت هنا كمان يا سيد. بيجهز عضلاته وبيقول له حلو انا هفلقكم واحد واحد كلكم. فجاه بيطلع واحد وبيقول له اكيد بس في سوء تفاهم، استنى، احنا هنا مش عشان نقاتل معاك يا كبير، احنا هنا عشان نتناقش معاك ونتكلم. اعضاء نقابتنا ممكن يتعاملوا معاك بطريقه مش حلوه، عشان كده انا بعتذر لك. احب اعرفك بنفسي، انا رشاد رئيس نقابه الطعم. ممكن اعرف اسمك ايه؟ معلش مش عايز اسلم، اصلا انا مش بسلم غير على الرجاله بس، اديني كمان في قصف الجبهات، مش عايز لف ودوران وادخل في الموضوع على طول. عايز ايه؟ فبيبتسم رشاد وبيسحب ايده وبيقول له خلينا اكون واضح معاك، ايه رايك تنضم لنقابتنا؟ وعد مني ان انا هقدم لك كل الدعم اللي انت عايزه، وكمان لو عايز فانا ممكن احطك ضمن مجلس الاداره كمان، ما عنديش مشكله. بيقول رشاد في نفسه انا لازم اوظف واحد قوي زي ده معانا مهما كانت الشروط، وساعتها بمساعدته فهنبقى من اكبر النقابات في الدوله. لكن صاحبنا بيقطع تفكيره وبيقول له انا مش مهتم تسلم لي، اصل زي ما بتقول كده انا عايز ابقى لوحدي. بيبتسم رشاد وبيمد ايده في جيبه وبيقول انا كنت عارف انك مش هتقبل من اول مره. بيطلع من معاه كارت ذهبي وبيديه لهيون وبيقول له اتفضل، ده الكارت بتاعي في حاله يعني لو كنت غيرت رايك. فبياخد صاحبنا منه الكارت باشمئزاز وعلى طول بيقطعه وبيرميه في وش رشاد وبيقول انا شخص قوي بس مش بحب ابلطج على الناس زيكم، انتم مفكرين نفسكم مين يا شويه عصابه مالكمش قيمه، مالكم فخورين قوي كده بالاعمال القذره اللي بتعملوها دي؟ انت جاي تتكلم معايا بكل فخر كده وانت بتحاول توظفني؟ رشاد بيكون بيجزي على اسنانه من الغضب. فبيبتسم هيون وبيقرب منه وبيقول
ايه اتعصبت؟ تحب اخلص على نقابتك بالكامل المره دي ولا ايه؟ فبيضحك رشاد بغضب وبيقول له مفيش داعي، انا بس كنت جاي اتكلم معاك مش اكتر، نبقى نتكلم مره تانية بقى لو جات لنا الفرصه. لكن صاحبنا بيمشي من المكان وبيتف على الارض وبيقول فرصه؟ ده هتبقى قرصه هتتوزع في جنازتك. ايه الحظ الزفت ده والناس المجانين اللي عمال اقابلها دي؟ بيبص سيد بعدها على هيون وبيقول هو الواد ده اتجنن ولا ايه؟ لكنه بيشوف وراه رشاد فبيبص له وشكله هيعمل معاك جلاش. نرجع تاني عند صاحبنا بقى اللي كان ركب العربيه وبيقول احيه، هو ايه الجو الاكشن اللي انا كنت عامله من شويه ده؟ تقريبا كان موجود هناك يجي 100 شخص، ده انا حتى لو كنت عامل فيها 7 رجاله في بعض كنت هموت برضه. انا نسيت اخلص على الواد سيد ابن الصرمه زي ما وعدت، كله بسبب رشاد هو كمان. نرجع تاني بقى عند فوزي ونشوفه متعصب وبيقول هو قائد النقابه، انا شاهد ان الواد سيد ده كان شغال مع الواد ده. فبيقول سيد انا ازاي يا عم؟ هو مش انتوا شفتوه هو كان بيهددني؟ فبيتكلم رشاد مع النائب بتاعه وبيقول له هات السيف، وبعدها بيبص لسيد وبيقول له انا هسالك سؤال واحد، هل انت بجد ما كنتش شغال معاه؟ بيعيط سيد وبيقول له وربنا ما حصل، ارجوك اعفى عن حياتي. بيقول رشاد تمام انت عايز تعيش مش كده؟ فبيقول له سيد اكيد طبعا انا مستعد اعمل لك اي حاجه. لكن قبل ما يكمل كلامه كان رشاد عدى السيف من الناحيه التانيه وبيقول بوشه كله شر وغضب ازاي خائن زيك يفكر بس ان هو يطلب انه يعيش، وعلى طول بيديله بالرجل بعدها وبيدخله جوه الزنزانه وكمان بيقفل الباب عليه. بيتكلم بعدها مع النائب بتاعه بيقول له انا عايزك تدور على المعلومات الشخصيه بتاع الوغد ده. فبيقول له النائب انا فعلا حطيت واحد يراقبه يا زعيم. بيضحك رشاد بشر وبيقول انت ازاي تتجرأ وترفض عرض يا وغد؟ خلينا نشوف قوتك دي هتقدر تعمل بيها ايه لو حصل حاجه للي حواليك واللي بتحبهم. انا لو ما قدرتش اخليه يوافق بالذوق فهمسكه من نقطه ضعفه واخليه يوافق بالعافيه. خلينا نشوف هتفضل كده لحد امتى متكبر ومغرور. بنروح بقى عند هيون واخته بتساله هناكل ايه النهارده على العشاء؟ فبيقول لها هيون استنى احول فلوس للمستشفى الاول عشان ماما وبابا وبعدها هنروح لمطعم مشويات. وبالفعل بعد شويه بنشوفهم بياكلوا وبتقول يوه اخيرا اخويا الفاشل اللي ما كانش بيشتغل بقى معاه فلوس وبيشتري لحم بقري فاخر كمان. ايه يا دولي استر يا دولي، ده مهما كان اخوك الكبير برضه يخرب بيتي. بيقول لها هيون امال هعمل ايه يعني بالفلوس؟ ما هي الفلوس بتروح وتيجي. بتقول له عندك حق والله، هات بس كده من ايدك خلينا نشوي. بيقول لها هيون صحيح هو انتوا رحت المستشفى قريب؟ امك عامله ايه؟ فبتقول له ان الدكتور قال لها انها كويسه الحمد لله وكمان عرفت انها ممكن تقوم قريب. فبيقول كيم الحمد لله انا بجد فرحان ان انا سمعت الخبر ده. ايه ده ايه فيش انا شفتك بتبتسم، انا بقالي فتره بصراحه ما شفتش الابتسامه دي على وشك، في الفتره الاخيره كنت دايما مكشر واخد الدنيا على صدرك وده ما كانش المعتاد بتاعك. فصاحبنا بيبتسم لها بابتسامته شريره وبيقول لها انت بتقولي ايه؟ ما انا طول عمري ببتسم يا بنتي وبضحك كمان. بتقول يوه بس يخرب بيت ضحكه المجرمين اللي انت بتعملها دي. فجاه بيجي له مغص في معدته وبطنه بتوجعه فبيقول لي يوه معلش بس شويه وهجيلك، هدخل افضي وارجع لك. بتقول لي يوه الله يعرفك يا عم، ده اللحمه على وشك انها تستوي، معلش بس الموضوع مش مستحمل وما كانش في حمامات في الزنزانه، اصل معلش يعني مش هروح اعملها قدام الوحوش. فبتتعصب عليه وبتقول له روح يا عم الله يقرفك احنا في مطعم ما تخليش الناس تتقرف منك. وبعد شويه صاحبنا بيخلص وبيغسل ايده وبيقول يا فعلا صدق اللي قال دخول الحمام مش زي خروجه. لكنه فجاه بيشوف حد واقف مع يو فبيستغرب فيه ايه، ولما الراجل ده بيشوف يون بينحني له وبيمشي. فصاحبنا بيروح ليو بيقول لها ايوه بقى هنفرح بيكوا قريب وتغوري في داهيه ولا ايه؟ فبتقول له يو بطل الهبل ده بقى يا عم، هو انت بجد ما تعرفش الراجل ده؟ لانه قال ان هو كان جاي لك هنا مخصوص، خد الرساله دي كان سايبها لك معايا. بيقول لها يون وهو يعني لو يعرفني ليه بمجرد ما بيسلم الرساله بيمشي؟ اكيد واحد من المعجبين ولا حاجه. وقبل ما يكمل كلامه ملامحه كلها بتتغير لملامح الغضب، وده لما بيشوف الرساله مكتوب فيها ازيك يا استاذ هيون انا ببعت لك الرساله دي كتحذير تقدر تكلمني على الرقم ده. بيرجعوا الشباب للبيت وبتقول يو لاخوها تحب اجيب لك حاجه من السوبر ماركت ولا حاجه؟ فبيقول لها يون لا مفيش داعي. بتقول له يو طب خلاص خليك هنا وانا هنزل اجيب انا بنفسي. بس صاحبنا بيقول لها لا ادخلي انت جوه وانا هجيب لك اللي انت عايزاه. وبالفعل بينزل صاحبنا السوبر ماركت وبيقول في نفسه يا ترى ايه بس اللي بيخططوا له نقابه الطعم الاوغاد دول؟ ازاي يتجرأوا يهددوني كده عيني؟ هل اوقف دخول الزنزانات عشان احمي عيلتي؟ طب بالنسبه لشغل يو هل هخليها تقعد في البيت وما تنزلش؟ فجاه تليفون صاحبنا بيرن وبيكون ده ابوه اللي بيتصل. ايوه يا حجيجه عاملين ايه دلوقتي؟ بيقول له ابو احنا كويسين يا ابني الحمد لله، وانت فين دلوقتي؟ فبيقول له هيون كنت بجيب حاجات كده من السوبر ماركت وطالع اهو. فبيقول له ابوه تمام ماشي انا كنت بس اتصلت بيك عشان افرحك معايا، امك الحمد لله فاقت وبقت كويسه. فبيفرح هيون وبيقول طب الدكتور قال ايه؟ فبيقول له ان الدكتور قال انها هتقعد في المستشفى شويه. بيرتاح هيون من الخبر ده، لكن ابوه بيقول له صحيح انا نسيت اقول لك في واحد من صحابك جه زارنا النهارده. فبيستغرب هيون وبيقول له صحابي انا ما عنديش صحاب ازاي بس يا ابني؟ ده حتى بيقول كان اسمه ايه رشاد وسايب لك كمان سلام معانا، بيقول انكم جيران او هتبقوا جيران او حاجه زي كده مش عارف. وعينك ما تشوف الا النور يا صاحبي من الغضب اللي هيون فيه لما بيسمع الاسم ده. كلمة السر هي سيد، اكتبها لي في التعليقات عشان تطلع معانا الفيديو الجاي. لو كنت وصلت لحد هنا بقى ما تنساش الدعم باللايك على الاقل يا صاحبي بعد اذنك، ولو حابب يعني فممكن تكتب لي كومنت بسيط كده تقول لي كمل فيه. كان معاكم اخوكم سيف حسام الدين واشوفكم في فيديو جديد وسلام.